ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده على السؤال اللي دايما بيجيلي، ميادة انا لبن قليل ازود اللبن ازاي؟ اهم حاجه تبقوا عارفينها ان اللي بيزود اضرار الحليب ان انا اكون بفضي بصوره مستمره. كل ما هفضي الثدي بصوره مستمره عن طريق بيبي بيرضع او انا بشفط الحليب بوصل لده انا احتياجي اكتر، زود لي اللبن اكتر. الام اللي مش بتفضي ثديها بصوره مستمره بتوصل اشارات للمخ ان الانتاج كده زياده، قللي، فبيحصل يا اما التهاب ثدي يا اما بيحصل انسداد انابيب يا اما اللبن بيقل مع التدريج. حاجه تانية دايما بيقولوا الام عليها تهتم بيها وهي التغذيه بتاعتها. الام محتاجه 500 سعر حراري زياده عن احتياجاتها كل يوم عشان تقدر تنتج كميه الحليب اللي البيبي محتاجها. 500 سعر حراري صحي، علشان الدهون الصحيه والاكل الصحي بيساعد جدا الام في انها تدر لبن الدهون بتاعته صحيه. الصحي اللي بدهون صحيه بيساعدني ان انا انتج لبن الدهون بتاعته الكواليتي بتاعتها اعلى. فالسمك حاجه من الحاجات الغنيه بالاوميجا 3، السمك بيزود لي اللبن وكمان بيزود لي جوده دهون الحليب. ان الام تاخد معلقه سمسم ني كل يوم، معلقه صغيره. السمسم الني غني جدا بالكالسيوم، بيساعد الام علشان جسمها وكمان بيزود اضرار الحليب. اللوز الني، الشوفان، الخضروات الغامقه زي السبانخ والجرجير، البيض بيزود اللبن. شوربه النخاع دي حاجه من الحاجات الغنيه جدا بالمينرالز وكمان بتزود حليب الثدي. ولازم يكون في بروتين بصوره دوريه كل يوم. ان الفطار يكون عليه بيض مهم جدا. التمر والقراصية بيزودوا اللبن. دايما بقول للام خدي بالليل وجبه شوفان عليها لوز ني عشان تزود لنا الاضرار. المفروض هرمون اللبن بيعلى بالليل، لكن عشان الامهات ما بتاخدش سناك صحي بالليل قبل ما تنام، ده بيخلي الام تحس ان اللبن ممكن يكون قليل بالليل، وان هي تشرب 4 لتر ميه. وينسون وشمر وشعير من الحاجات المهمه جدا اللي بتزود اضرار الحليب.